معاها الطاجينيه البنات ما غاديش تبقاي حيره اشنو توجدي الغدا اولا العشاء. كناخدو مطيشه كبيره وبصله كبيره كنشلضوهم يعني كنقطعوهم صغار كنديرهم في الطاجين. غادي نشحروهم هما الاولين بطبيعه الحال مع الزيت النباتي اولا الزيت الزيتون غير شي شويه واحد معلقه كبيره. بالنسبه للعطريه انا غادي نقول لكم شنو غادي ندير فيه. هاد الطاجين هذا صراحه راه لذيذ لذيذ بزاف ما فيه لا لحم لا حتى شي حاجه. شويه نخرجوا من اللحوم. هنايا درت شويه ديال التحميره اللي هي فلفله حمراء حلوه يعني معلقه صغيره ديال الكمون معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نشحر هادشي هو الاول على عافيه متوسطه وغادي ندير واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الماء فين غادي يطيب ليا هادشي. بطبيعه الحال هنايا راه بدا كيطيب يعني البصله مطيشه بداو كيطيبوا. هنايا خديت البطاطا البيضاء لان البطاطا البيضاء دغيا كطيب في الطاجين ماشي بحال البطاطا الحمراء. خديت غير بطاطا وحده كبيره وقطعتها مربعات. هانتوما البنات يا اما ديروها هكا ديريكت يعني في الطاجين يا اما تقليوها. الا كانت مقليه راه كتجي بنينه صراحه. الا كنتو زربانين فديروها هاد الطريقه. انا ضفت شويه ديال الماء فين غادي طيب ليا هاد البطاطا هادي لان البطاطا البيضاء راه دغيا كطيب. صافي من بعد ما طابت غادي نضيف هنايا شويه ديال الربيع القزبر ومعدنوس نوالب. بدا خصني نخلط كلشي كيكون من الاحسن يكون طري لان الطاجين كيبغي دائما شي حاجه طريه وجديده سواء الخضر سواء الربيع. انا هنايا غادي نضيف واحد جوج ديال البيضات باركه كافيين وافين. وغادي ندير ملي غيطيب ليا داك البيض غادي ندير فرماج ساندويتش واحد جوج ديال الفرماجات مربعين الجبن الاصفر مربع بين ما طاب هذا البيض هذا. غادي نديرو من الفوق غادي نوريكم. غادي ندير وحده من الجهه الاخرى وحده من هنا. صافي واحد الطويجين يا سلام يا البنات. راه اش غادي نقول لكم غير جربوه مع هكا مع شي خبيز سخون يلا مخرجينه من الفران ولا مثلا شي بطبوط تبارك الله ما شاء الله. انا عارفكم حادقات ما شاء الله. فاللي جرباتو يا البنات قولوا لي في التعاليق كيف جاكم عطيوني الراي ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي ندير عليه القزبر ومعدنوس اللي وكما كتعرفوا كيزيد ينسمهم. كما كتعرفوا الطاجين كيبقى شاد سخونيه نتومايا ما شاء الله ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم وتجربوه حتى نتوما وتردوا عليا الخبر في التعاليق وبالصحه والراحه. غادي نشارك معكم البنات طريقتي في تحضير خبز ديال العيد. انا هنايا درت تقريبا واحد جوج لايف كبار ديال القمح مخلطين مع كيف قلت لكم درت جوج لايف ديال القمح اللي هو دقيق القمح الكامل مع مخلطين مع هذا مع الفرينه. درت معلقه صغيره ديال الملحه والخميره ديال الخبز تتبقى على حسب الجو. بالنسبه انا ما كنعجنش العجينه. انا غير كنجمعها بالماء دافي يعني غير كنجمعها ما كنحتاج نهائيا انني ندلكها. صافي غير غنجمعها غادي نخليها تخمر في الاناء. الا درتوها في القصريه فخليوها تخمر في القصريه يعني في اي حاجه عجنتو فيها هاد العجينه خليوها تخمر فيها. كيف شفتوا كتجي كتلصق في اليدين بهذه الطريقه هذه. انا هذه طريقتي ما كندلكها ما حتى شي حاجه غير كنجمعها فقط. كنعطيها الماء يعني كنخدمها وكنعطيها الماء صافي. هانتوما كما كتشوفوا وكتجي لذيذه كيجي هذا الخبز هذا كيجي مفشفش ورطب ما شاء الله. صافي دابا غادي نخليها حتى تخمر. من بعد ملي غادي تخمر هانتوما انا غادي ندوزها في النخاله اولا ديروا غير دقيق ديال القمح اللي عندكم ديروه ولكن من الاحسن ديروا النخاله كيجي به زوين. دابا غادي نشكل منه خبيزات صغار. هانتوما غادي ندوزهم وغادي نديرو في لاطه نيشان. غادي نديرو في لاطه اللي انا درت فيه شويه ديال النخاله رشيت فيه شويه ديال النخاله. عاوتاني غادي ندير واحد الكره اخرى ديال العجينه اولا ديال الخبز
كدوزها في النخاله بهذه الطريقه هذه، ما نحتاجو لا ما لا حتى شي حاجه. دابا نعطيكم عده طرق ديال الخبز صراحه زوينين، وانا دائما كل مره كندير طريقه. صافي دابا غادي نديرهم في اللاطه، ودابا غادي نبدا نكرسهم. غنخليهم ملي غادي نكرسهم غنخليهم حتى يخمروا، يعني ما يخمروش عاوتاني بزاف، غير يبانوا لينا بانهم بداو يتنفخوا. غادي ناخذ واحد الموس وغادي ندير نشكل على شكل زائد. بالنسبه للطياب ديالهم العافيه تتكون مجهده في الفران. الا عندك الفران ديال الضو ديري على 200 درجه، لان الخبز كيبغي العافيه تكون شويه مجهده. وملي غادي نخرجهم، هو الخبز ملي كيطيب تيكون قاصح، غير ملي كنخرجهم كنديرهم في واحد المنديل ديالو، يعني ديال الخاص بالخبز، كنخليه حتى كيرطاب صافي، وكيولي كيرجع رطب وكيجي يا البنات ما نقولش لكم شحال كيجي مفشفش وكيجي زوين. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالو. انا غادي نقطع لكم وحده وتشوفوا كيف جا، كيجي زوين وكنعرفوا شنو كناكلوا. تبارك الله ما شاء الله. وراه غادي نشارك معكم خبز عاوتاني واحد اخر بطريقه اخرى ديال المقله. انا قطعت لكم باش تشوفوا كيف جا من الداخل، كيجي زوين ما تشبعوش منه يا البنات. جربوا هذه الطريقه وما كنعجنوا ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوا، ما كندلكوا ما حتى شي حاجه. وهانتم النتيجه هذه. فكنتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه بطبيعه الحال، وتجربوها وبالصحه والراحه. غادي نشارك معكم البنات طريقتي في تحضير الفولات والكلوه، يعني طاجين ديال الفولات والكلوه. كناخذوا الكلوه كنحيدوا منها الا كان فيها الشحمه، تنغسلوها مزيان وتنحيدوا منها. صافي من بعد كنقطعها على هذه الطريقه هذه مربعات صغيره، هانتوما هي كما كتشوفوا. ونختاروا الموس يكون ماضي باش يقطع لينا مزيان. وحتى الفولات تا هما راه غادي نقطعهم صغار، يعني نقطعهم مربعات صغيره. صراحه هاد الطريقه هذه انا معتمداها من زمان، من شحال هذه، يعني ماشي غير دابا، من زمان وانا كندير هاد الطريقه وكتجي بها زوينه هاد الطاجين هذا. صافي انا غادي نكمل التقطاع. غادي نقطع الفول، غادي نقطع الكلاوي، عاد غادي نقطع الفولات دابا. هانتوما كما كتشوفوا وكيكونوا مغسولين مزيان، خصنا نغسلوهم مزيان صراحه. الا كان فيهم شي شحمه بحال هكا، بالنسبه للفولات راه تكون فيهم واحد الجلده، نحيدوها من، يعني نحيدو منها ديك الجلده. صافي كنديرهم هنايا في هذا الاناء هنا. غادي ندير بالنسبه للعطريه ساهله، غادي نعطيكم واحد الطريقه ديروا بها الطاجين هذا ساهل مال، ولكن راه البنه كتجي خطيره يا البنات. اول حاجه وهي اول حاجه غادي نحك عليهم واحد 2 فصوص كبار ديال الثومه. وبالنسبه للعطريه، هي كل ما زدتو الثومه كتجي صراحه كيجيو بنان. بالنسبه للعطريه غادي ندير معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال البصر ما نكثروش منه، وشويه ديال الملحه معلقه صغيره، والقزبر والمعدنوس من الاحسن نديروهم طريين باش كيعطيو للظل هذا في الطاجين. انا غادي نديرها في هاد التارقه هذه. خديت تقريبا 2 ديال البصلات كبار اللي شلطتهم صافي، ودرت عليهم هاد الفولات والكلاوي، وشي 2 معالق كبار ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون، ودرتهم فوق البوطه حتى طابوا على خاطرهم. كل ما كيبان ليا نشف من الماء كل ما كنزيد تقريبا كاس العنبه ديال الماء صافي حتى طاب وتعلك. انا هنايا ضفت هذا الحامض مصير، واحد الدائره ديال الحامض مصير قطعتها في الاخر، انا خليتها حتى الاخر. وغادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس طريين صراحه، حتى هما كيعطيو المذاق لذيذ لهاد الطاجين هذا. فكنتمنى يا البنات تجربوه، راه كيجي بنين بنين. وصافي وخليوه يطيب على خاطرو على عافيه متوسطه. كل ما شفتوا الماء نقص كل ما تزيدوا الماء، فين يطيب بطبيعه الحال شي كاس العنبه بحال هكاك. وكنتمنى يعجبكم بالصحه والراحه.